قبل ما تبداي في احلام السنه الجديده اسالي نفسك هو انت اصلا فاهمه ايه اللي حصل في السنه اللي فاتت. انا هبه فوزي NLP لايف كوتش ومؤسسه نادي عن ايجيبشن جيرل، ودي سلسله بدايه جديده للسنه الجديده. يلا بينا ننزل نتمشى وهقول لك ازاي نبدا السنه الجديده بفهم وذكاء. قبل ما نبدا سنه جديده لازم نقيم تقييم حقيقي للسنه اللي فاتت، ملهاش لازمه النضاره ما دام مفيش شمس. انا بقسم التقييم بتاعي لاربع مراحل. اول حاجه النجاحات اللي وصلت لها ازاي وليه، عشان اللي نجح معانا نكرره تاني، ومش بس اللي مشي حلو لكن كمان الحاجات اللي وجعتك واتعلمتي منها، دي كمان مكاسب لاننا بنتعلم من غلطاتنا، والقلم من اكتر الحاجات اللي بتعلم معانا وبنتعلم منها. تاني مرحله ايه اللي فشل وليه وازاي فشل، او ايه اللي وقفت فيه وما كملت وليه، عشان الفشل خطوه مهمه عشان توصلي للنجاح، فما ينفعش تكرري السنه الجديده. ثالث حاجه الانماط المتكرره، نفس العلاقات نفس الاختيارات نفس الضغط، لازم تتعلمي وتعرفي ايه سبب تكرارها معاكي، لان النمط اللي ما اتعلمتيش منه حاجه هيفضل يتكرر معاكي السنه اللي بعدها. رابع واحلى حاجه الامتنان، لازم تمتني لكل الحاجات الجميله في السنه اللي فاتت، ومش عشان كانت مثاليه، عشان ايامنا فيها حاجات حلوه لازم نقدرها عشان تكمل معانا. ولئن شكرتم لازيدنكم، وده بيعزز ان تكون طاقتك حلوه وعاليه في بدايه السنه. امتني لكل حاجه جميله حصلت لك، لكل غلطه اتعلمتي منها، امتني لنفسك انك اتطورتي ولسه تسعي للاحسن، وكده تكوني داخله سنه جديده وانت فاهمه كويس ايه اللي حصل في اللي قبلها. وتابعي الفيديو الجاي عشان هنشرح فيه خطوه جديده مهمه السنه الجديده. ولو حابه تعملي التقييم ده بعمق مع كوتش متخصص وتحوليه لرؤيه واهداف واضحه، يبقى احجزي مكانك معانا في ورشه لوحه الاحلام او الفيجن بورد، لان الفيجن بورد الصح مش مجرد تلزيق صور. اكتبي لي سنه جديده وهنبعت لك التفاصيل وبس. خلاص.